ماما ميا. الإنسان ضد الآلة، المعضلة الفلسفية المعروفة اللي سحلة دماغ الناس من ساعة الثورة الصناعية. دايما الإنسان بيبقى مقلق إن في حد تاني ممكن يهدد مكانه في قمة الهرم الغذائي ويجي بداله ويبقى هو المسيطر. وعلى مر العصور مفيش أي حاجة قربت تهدده غير لما الآلات ابتدت تفكر، والخوف اترجم في أفلام كتيرة اتعملت قبل كده زي The Matrix، Terminator، Avengers Age of Ultron وغيرها كتير. بس أنا مش بفكر كده، أنا بطبعي متفائل، وبدل الخوف الزيادة من الذكاء الاصطناعي على أساس إنه هيستبدلنا، فكرة إننا نتقبل وجوده ونستغل إمكانياته عشان نحسن من اللي عندنا ده هيفيدنا أكتر وأكتر. وأنا شايف واقع فيه الإنسان والآلة هيحطوا إيد على إيد أملا في مستقبل لامع. وبدل ما أنا دماغي مصدية مش لاقي أفكار، قلت لنفسي ليه ما استخدمش التكنولوجيا دي في صالحي؟ لو متابع الأخبار الفترة دي ممكن يكون عدى عليك حاجة اسمها ChatGPT، ودي تول عملتها شركة OpenAI بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تطلع محتوى مكتوب سهل إنه يتقري. والمحتوى ده بيطلع عن طريق إنك تكتب له كام كيورد على كام كلمة كده بتشرح الفكرة العامة اللي في دماغك واللي أنت عايزه يتكتب، وهو بقى على حسب اللي اتعلمه بيكتب لك قصة أو نص أو مقال مكتوب بشكل كويس جدا صعب تميز إن ال AI هو اللي عامله. ممكن كمان تسأله على أسئلة برمجة برضه هتلاقيه بيجاوب عادي جدا وبيكتب إجابة فيها الكود كمان، واللي ممكن تعمل له كوبي. ومش بس كده، ممكن لو كتبت له الكود غلط هتلاقيه بيصلحهولك. وبسبب كل المميزات اللي فيه دي، في كلام إن مايكروسوفت بتفكر تشتريه وتخليه يبقى تبع بينج اللي هو السيرش انجن بتاعهم، وده معناه إن ممكن جدا جوجل يبقى ليها منافس قوي والسوق يشعلل. فأنا بقى جربت استخدمه. ابتديت في الأول بنسأله لو ممكن يكون عارفني. عذرا، لا يمكنني العثور على معلومات عن اليوتيوبر المصري لويجي. حبيبي، الفكرة الأولى، اكتب سكريبت 200 جملة عن فيديو ممكن ينزل على منصة يوتيوب بيتكلم عن فوائد اللايك والسبسكرايب لأي حد محتاج يفتح مشروع عن البلح في غرب الدلتا. أهلا، أنا لويجي، وفي الفيديو ده حابب أتكلم عن أهمية اللايكس والسبسكرايبرز لأي حد حابب يفتح مشروع بلح في غرب الدلتا. زي ما انتوا عارفين، فصناعة البلح من الصناعات المهمة في المنطقة، لدرجة إن المزارعين ورجال الأعمال عايزين يستفيدوا من الموضوع ده. بس بالرغم من كده، فكرة إنك تعمل مشروع بلح مش سهلة زي ما انت متخيل، وفي تحديات كتيرة محتاج تعديها. وواحدة من أهم التحديات دي هي إنك تجذب انتباه الزباين وأي مستثمر، وهنا يجي دور اللايكس والسبسكرايبرز. لما تحط فيديوهات البلح بتاعتك على يوتيوب، رقم اللايكس اللي هيجيلك هيأثر على نجاحك. كل ما يجيلك لايكس اكتر، كل ما في فرصة الفيديوهات انها تنتشر اكتر. الانتشار الزيادة ده ممكن يترجم كزيارات اكتر للموقع بتاعك، واللي ممكن تكون من الزباين او المستثمرين. فباختصار، اللايكس والسبسكرايبرز مقياس لنجاح المشروع بتاعك. بس دلوقتي لو عايز تجيب لايكس وسبسكرايبرز اكتر، هتعمل كده ازاي؟ دي شوية حاجات ممكن تعملها عشان تزود فرصك. اتأكد انك تعمل محتوى جودته عالية جدا واللي هيخلي الناس تحب تتفرج. انشر فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تتعرف اكتر. اتعامل مع المتابعين بتوعك وخد برأيهم. اتعاون مع صناع محتوى تانيين عشان تساعدوا بعض. واهم حاجة، خليك ملتزم ونزل محتوى بانتظام. وخليك فاكر، صناعة البلح تنافسية جدا، لازم تعمل كل اللي في ايدك عشان تتميز. كون ان عندك لايكس وسبسكرايبرز كتير ده بيديلك فرصة انك تبان وتاخد الاهتمام اللي تستحقه. فلو انت حابب تبتدي مشروع بلح في غرب الدلتا، ما تستهونش بقوة السوشيال ميديا. شكرا جدا عشان وصلتوا للاخر، ولو لقيتوا الفيديو مفيد وعايزين تشوفوا زيه تاني، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. دي كانت فكرة كلها مكتوبة من الألف للب. من الألف لليه. دي كانت فكرة مكتوبة من الألف لليه من ال AI. أنا ما كتبتش أي حاجة فيها. تعال نشوف حاجة تانية. اكتب نص إعلان تلفزيوني لسيارة اسمها اللويجينيتور، والتي تعمل بتقنية حرق المعكرونة المقلية. تعرف على السيارة الجديدة المدهشة، اسمها اللويجينيتور، وهي مصممة لتلبية احتياجات السائقين الذين يرغبون في الحفاظ على عالمنا الجميل. لا تفوت فرصة الحصول على هذه السيارة الرائعة التي تعمل بتقنية حرق المعكرونة المقلية. هذه السيارة توفر لك كفاءة كبيرة في الوقود، وتساعد على تقليل العبث بالبيئة. احصل على اللويجينيتور الآن، واستمتع برحلة قيادة ممتعة وفعالة. زوروا معرضنا الآن للحصول على اللويجينيتور وللتعرف على العروض الخاصة التي نقدمها إليك. طب تعالى نسرح بقى. اكتب نص فيلم عن يوتيوبر مصري اسمه لويجي، وهو يلعب لعبة فيديو جيم اسمها الحشاشين، ويلعبها مع اليوتيوبر الشهير ستوري تايم، وينجحان معا داخل اللعبة في صنع أول حشيشة خالية من الحشيش الفعال، والتي لا تشغل الدماغ العالية وتصدر دخان دايت.
لويجي كان من اليوتيوبريين الذين كانوا محبين للعبة الفيديو جيم الشهيرة الحشاشين. كان يلعب اللعبة كل يوم ويحاول تحدي اليوتيوبر الشهير ستوري تايم، وعندما نجح في التحدي مع ستوري تايم قررا العمل معا على صنع أول حشيشة في العالم من نوع جديد يعمل بتقنية الدماغ الصناعي. وبعد العديد من المحاولات والتجارب نجحا في صنع الحشيشة التي كانت خالية من الدماغ الحقيقي وتعمل بشكل فعال وآمن. ولكن هناك مشكلة كبيرة كانت، هي أن الحشيشة الجديدة كانت تسبب الدماغ وتصدر دخان دايت كلما استخدمت. فقرر لويجي وستوري تايم العمل معا على حل هذه المشكلة وتحسين الحشيشة. وبعد العديد من التجارب والعمل الجاد نجحا في إصلاح الحشيشة وتحسينها كي تعمل بشكل صحي ولا تسبب الدماغ ولا تصدر دخان دايت. وبعد هذا النجاح أصبحت الحشيشة الصحية التي صنعوها لويجي وستوري تايم نجمة في العالم اليوتيوبري. أنت يوتيوبري؟ وكانت الحشيشة الصحية متوفرة للبيع في المتاجر الرقمية وتم شراؤها من قبل العديد من اللاعبين الذين كانوا مهتمين باللعبة. ولويجي وستوري تايم كانا مندهشين بهذا النجاح وقررا العمل معا في المزيد من المشاريع الفيديو جيمية، وكانت هذه المشاريع تحقق لهم العديد من النجاحات والشهرة في العالم اليوتيوبري. وقد كان لويجي من اليوتيوبريين المصريين الأكثر شهرة والأكثر متابعة في العالم، وكان يحصل على العديد من العروض التلفزيونية والإعلامية والترويجية لشركات اللعبة وغيرها. وكان لويجي متميزا في لعبة الحشاشين، وكان يعرض نتائج هذه اللعبة على قناته اليوتيوب الخاصة. ولكن في أحد الأيام كان لويجي يلعب لعبة الحشاشين مع ستوري تايم، وعندما كان يلعبان واجه ستوري تايم مشكلة في اللعبة ولم يتمكن من الانتهاء من المرحلة. وعندما كان لويجي يقوم بمساعدة ستوري تايم في حل هذه المشكلة وجدا أن اللعبة كانت تختلف عن ما كان يتوقع، وكان هناك نقاط في اللعبة التي لم يتمكن من الوصول إليها. وبعد التحقيق والتحليل وجد لويجي أن لعبة الحشاشين كانت معدلة من قبل شخص ما، وتم إضافة نقاط ومراحل جديدة في اللعبة. ولم يكن للويجي أي خيار إلا الإعلان عن هذه المعلومة للعالم اليوتيوبري الذي كان في حاجة للعلم عن هذا الغش. وفي الساعات التالية كانت قناة اليوتيوب الخاصة بالويجي في الصدارة للبحثات، وكانت الأخبار التي تخص لعبة الحشاشين وغشها متاحة في كل مكان. وكان لويجي في المركز الأول في العديد من الأخبار التلفزيونية والإعلامية التي تخصت في هذا الغش. وكان لويجي قد حصل على العديد من التعليقات والردود من اللاعبين الذين كانوا آثار تلك الحادثة. وكان العديد من اللاعبين قد نظروا في هذا الغش كمحاولة للغش في لعبة الحشاشين، ولم يكن الجميع مدركين للغاية بأهمية الحصول على نتائج ناقصة. ولكن في النهاية نجح لويجي في الحصول على العديد من الدعم من اللاعبين والجمهور العام، وتم تعريفه كيوتيوبر مصري محترم ومعتبر في العالم اليوتيوبري. وبعد هذه الحادثة كان للويجي العديد من الفرص التي تم التعامل معها، وتم الحصول على العديد من النجاحات في مجال لعبة الحشاشين وغيرها. أظن كفاية كده. في حاجة كده ممكن نجربها، وهي انكم ممكن تكتبوا في الكومنتات قصص اكتبها في شات جي بي تي ونشوف هيطلع لنا ايه، بس دي ممكن نعملها في فيديو تاني. وبس كده، سلام.